القانون بداية كقانون جيد لتنظيم القطاع، لكن في القانون تضاربات مع قوانين تانية معمول فيها وفي قصور في بعض الجوانب. فناخذ على سبيل المثال القانون يفرض على أي شخص بيشتغل في التجارة الإلكترونية أنه يسجل في السجل، ولكن القانون لم يفرق بين حجم الشركات أو الأشخاص أو الأفراد، على غرار قانون الشركات الفلسطيني الموجود اللي بيقول لك أنت بتقدر تسجل شركة متناهية الصغر، صغيرة متوسطة وكبيرة إلى آخره. هذا ليش مش موجود في القانون، فكلهم عنده سواء، ففيش عندنا يعني مسافات بين التجار. فيعامل شركة فلسطينية كبرى ممكن تسجل في البورصة مع واحد شاب أو صبية خريج جديد بده يبلش حياته، سواء في مشروع تطريز أو مشروع منزلي أو حتى يبيع أونلاين بأي شيء بده إياه. هذا البند الأول. البند الثاني، القانون بيطلب منك أنك تسجل بوجود عنوان فيزيائي في الدولة، يعني حسب القانون يكفي عنوان منزلك حتى يقدروا يراجعوك في حال ورود شكوى عليك. والقانون أيضا بيطلب منك لما تعمل بيعة أونلاين ترفق فيها فاتورة ضريبية. طيب أنا هذا يعني بالضرورة أنه لازم أروح أسجل في الضريبة بترفض عنوان منزلك لأنه بدهم مصلحة تجارية عن طريق عقد إيجار أو عقد تمليك، لأنه يعتبر تصنيفك تجاري فبزبطش تشتغل من بيتك. فهذا التضاربات في هاي كمثالين يعني في القوانين بيعيق على يعني بخرب القانون نفسه وبيعيق عملية التجارة الإلكترونية خاصة للناشئين. حاليا التجار الموجودين في السوق في التجارة الإلكترونية، القانون قال أنا بدي أحمي المستهلك من التجار الإلكترونيين، في عنا غش وتضليل. طيب القانون عندنا قانون مستهلك سنة 2005 بيطلب من التجار التقليديين يشهروا الأسعار، على عكس في التجارة الإلكترونية اليوم الكل بحط السعر، بيكون حاطه كبير وواضح وبارز في الصورة وفي النص. بينما في التجارة التقليدية الأسعار غير مشهورة ومش موجودة أسعار، فأنت بتدخل على محل ملابس أحذية أو أي محل بدك إياه بسعر بناء على شكلك، بناء على لهجتك. فيش حماية للمستهلك من هاي الناحية، فممكن أنا أدفع حق تيشيرت 50 شيكل زيادة لأنه لهجتي بتختلف، أو لأنه شكلي معي مصاري أو معيش مصاري. عرفت كيف؟ حسب مزاج التاجر في هذاك اليوم. فعنا حماية المستهلك الأولى أنه أنت برضه تنزل طواقمك في السوق وتحمي من التقليدي، لأنه الإلكتروني التجارة الإلكترونية بذاتها عاملة نظام بسموه ايكو سيستم مع شركات التوصيل. في عندك الأسعار مش موجودة. اليوم أنت لما تطلع مثلا تدخل بدك تشتري مكوى، بصير الفيسبوك يجيب لك 20 إعلان مكوى مش واحد، فأنت بتشوف كل الأسعار بلمح البصر وبتقدر تقارن وتفرز اللي بدك إياه وتعرف الصح من الغلط. عندك شركات التوصيل معطيك ضمان وأمان إنها بتوصل المنتج بترجعه وبتبدله. الزبون في حماية المستهلك محمي وجاهز من أصلا في النظام الحالي، لأنه هو ما دفع حق البضاعة، بس تصله البضاعة ويشوفها ويعاينها بقرر يستلمها ولا ويدفع، فهو في أمان أصلا. واللي بتحمل العبء التاجر في هاي الحالة وليس المستهلك، لأنه التاجر عماله بحط مخاطر كثيرة على أمل إنها هاي البيعة تمشي. القانون سيبدأ تنفيذه في 27/1/2026 بعد شهرين من اليوم تماما، وبدك عندك 6 شهور اللي هم تصويب أوضاع. أنا بدعو الحكومة لتجميد القانون أو تأجيله أو تنفيذه على فترات طويلة، يعني مع إنه التجار يضبطوا وضع التجار ويسجلوا، ناخذ هاي المرحلة ونمشي فيها. لكن إنك تمشي في باقي بنود القانون بإنك تفرض على الناس وشركات التوصيل وإنت يعني بتخلق فوضى كبيرة في السوق، ممكن تؤدي إلى إغلاق عشرات شركات التوصيل وعشرات المتاجر الإلكترونية، ويصيروا الناس هدول خارج السوق في ظل وضع اقتصادي متهالك جدا. المفروض الحكومة تاخذ فترة زمنية بعد هذا الوقت، لأنه بالمناسبة أصلا توقيت القانون غير مناسب. احنا في حالة حرب مستمرة في الضفة، واهلنا في غزة تدمرت، المقاصة، الوضع الاقتصادي اللي بتعدي فيه السلطة اصلا، الوضع البلد كله اقتصاديا متهالك. فبدك تعطي فترة تعافي للناس حتى تتعافى وتقدر توقف على رجليها. كمان في عنا مشاكل اخرى في القانون ممكن هي يكون مصدر دخل للسلطة، اللي انت اليوم لو نظرنا للتجارة الإلكترونية بتعتمد على التسويق والتمويل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي العالمية، مثلا شركة ميتا. انت هذه الملايين اللي بتطلع الدولارات للتمويل سنويا، بإمكان السلطة تدخل في حوار مع هاي الشركة وتستردها حتى يقدر التاجر برضه يسترد ضريبته والمال، وتقدر انت تدخل في إطار ضريبي جيد. لكن انك تطلب بكل فاتورة كل بيعة ضريبة على المنتج او كافة انواع الضرائب، يعني مفتوح الشغلة، وضريبة على التوصيل، واذا ما بلغ ضريبة حاطط عقوبات قاسية، فالقانون بشكله الحالي بصعب عملية التجارة الإلكترونية وبحد من الناس اللي ممكن يشتغلوا فيها إذا فعلا تم تنفيذه.
احنا امبارح كنا مع الوزارة في الغرفة التجارية، طمأنونا انه يعني الوزارة مش راح تقاضي الناس في نقول المرحلة الأولى، وهي العقوبات كلياتها هيك نقول شكلية وقانونية بس، لأنه لازم يكون في القانون عقوبات، لكن في نهاية المطاف أنت لازم تتعامل مع واقع. يعني تطمينات موظف ما تكفيني، أنا عندي قانون بقول لي إنه أنا بدي أحبسك من سنة لثلاث سنوات إذا أنت ما سجلت في التجارة الإلكترونية، بينما الشارع معبى محلات مش مسجلة في التجارة التقليدية. شكرا، الله يعطيك الصحة.